علمي بنتك تكون أميرة في زمن انتهى إن البنات تعمل اللي أنا هقوله ده. لو عجبك الفيديو سيبيلي كومنت حلو وصلي على النبي. علمي بنتك في الزمن ده لما حد يجيب لها هدية تقول شكرا، لأن ما عادش الذوقيات دي موجودة أصلا. علمي بنتك لما تقعد وتكون قدامها طبق تبص في طبقها وبلاش تبص في طبق غيرها. علمي بنتك تبطل ترمي ودنها لأي حد قاعد أو للناس اللي موجودة حتى لو كان الناس دي أهلها. علمي بنتك أبسط قواعد الأصول مع ناس جت زارتها في البيت حتى لو هي مختلفة مع الناس دي، يعني تقوم معاهم بالواجب. علميها تقابل الناس بابتسامة رقيقة حتى لو الناس دي هي مش قابلاهم. وعلميها كمان ما تدخلش في جدال مع ناس عقولها مريضة هتتعبها. علمي بنتك ما تاخدش أي حاجة من أي حد من غير استئذان، حتى في مكان معين، حتى من صحباتها، بحجة إن هي محتاجاها. علمي بنتك إن هي غالية قوي، ما ينفعش ترخص نفسها لأي حاجة لمجرد إن هي عايزة توصل لهدف معين. علمي بنتك لما تيجي تتجوز لما تلاقي الراجل اللي هيساعدها، مش الجواز والسلام. علمي بنتك لو أساءت لحد تتعلم ثقافة الاعتذار ومش أي حد تعتذرله. علمي بنتك إن عيب وحرام نقل الكلام من الناس لبعضها حتى لو الأهل اللي موجودين معاهم في البيت. ولما تكبر بنتك شوية وتبقى في سن يتيح لها الجواز، علميها إن الخاطب غريب، وإن لو في حب غير الحلال فهو ما ينفعش في الخطبة، لأن الخطوبة برضه مرحلة للجواز، والخاطب غريب وحرام إن يتطور إن يعمل أي حاجة هي مش من حقه لأنها حرام. الله يرحمك يا أمي، ويا رب أعرف أربي تربيتي.